العواف عليكم. رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم كلنا طيبين وبألف خير وسعادة يا رب كريم. خلاص العيد على الأبواب ورمضان بيودعنا علشان يهل علينا السنة الجاية في سعادة إن شاء الله ونكون كلنا طيبين. زمان من 10-15 سنة كده قبل الأزمات الاقتصادية الطاحنة اللي بنمر بيها دلوقتي، كانت محلات الكشري دايما بتبقى قافلة أبوابها في رمضان، وبيستغلوا الفترة دي في عمل صيانة وتجديدات في المحلات علشان يفتحوا مع أول أيام العيد. احنا كمصريين من عادتنا ان احنا كنا لا بنفطر ولا نتسحر كشري، وده ليه؟ لان في وعينا وضميرنا الجمعي لسه محتفظين بذكريات 11 بشمس اللي كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، واللي قلت لحضراتكم ان احنا عرفنا من نصوص الجبتانة اللي عملها مانيتون او عملها ناس جت بعد مانيتون ونسبتها لمانيتون، وضروري جدا انها يتم تحقيقها بشكل علمي. عرفنا من النصوص دي ان قدماء المصريين اتفرض عليهم صيام يوم 11 بشمس من فجر اليوم او من قبل شروق الشمس يوم 11 بشمس لحد مغيب شمس اليوم ده، وانهم يفطروا على الكشير اللي كان بيتعمل من الفول والعدس والحمص والقمح والشعير والثوم والبصل، وكل ده بيتخلط الاول مع بعضه والمكونات جافه، وبيتحط في اواني من الفخار او زي ما احنا بنقول دلوقتي طواجن من الفخار، ويتصب عليها الماء وتطبخ على نار نوت سيدة السماء. طيب هو ليه المصريين اتفرض عليهم صيام اليوم ده؟ الجبتانة او نصوص الجبتانة بتقول لنا ان تم فرض صيام اليوم ده على كل الجبتيين علشان يشكروا الإله رع اللي هو هنا بمعنى النور أو الضياء، إنه علمهم زراعة الحبوب والبقول اللي بيتعمل منها الكشير ده. وبرضو كنت شرحت لحضراتكم في الفيديو اللي قبل كده ان الكشير القديم ده عند قدماء المصريين مختلف تماما عن الكشير بتاع اليهود. ليه؟ لان كشير اليهود معناه الاكل الحلال، علشان هم بيحرموا اكل بعض الحيوانات منها الخنزير والارنب، وكمان بيحرموا مزج اللبن مع اللحمة. يعني أكلة زي أكلة المكرونة بالبشاميل بتاعتنا ديت محرمة عندهم، فهي مش أكل كوشير، يعني مش أكل حلال. في حاجة تانية كنت عايزة أقولها لحضراتكم، وهي إني أنا داليا شاكة في إن أجدادنا قدماء المصريين كانوا بيحطوا مع الكشير اللي بيفطروا بيه ده بعد صيامهم يوم 11 بشمس الشعرية الفلاحي اللي بنشوف الفلاحات من بحري ومن الصعيد بيبيعوها في الأسواق اللي هي بتبقى تخينة شوية. وده أنا جبته منين؟ أنا كنت اتفرجت على فيلم تسجيلي قبل 2011 كانت عاملاه ناشونال جيوغرافيك عن أصل المكرونة والنودلز اللي بتتعمل في الصين، وقعدوا يتتبعوا خيوط جت منين واتعملت ازاي، واصلا زراعة القمح جت للصين منين، ووصلوا في اخر الفيلم ان هم قالوا انها جاية من شمال افريقيا، وان شعوب شمال افريقيا القديمة هي اللي اخترعت فكرة النودلز دي. طبعا هم بيقولوا شمال افريقيا، بس كانوا جايبين في الصورة او في الخلفية بتاعة الكلام الاهرامات
يعني بلدنا، يعني مصر، يعني أجدادنا. في احتمال كبير جدا يكونوا هم اللي اخترعوا فكرة المكرونة أو النودلز أو اللي احنا بنقول عليها الشعرية الفلاحي دي، خصوصا وان احنا لقينا حاجات مشابهة جدا في الآثار المتبقية من قدماء المصريين، زائد كمان ان فكرة عمل الشعرية الفلاحي متوارثة عند الفلاحين في الصعيد والدلتا لحد النهاردة برضو بياكلوها، وبنشوفها بتتباع مع الستات الفلاحات من الصعيد أو من بحري اللي بيبيعوها لنا في الأسواق مع المكونات برضو التقليدية اللي هي الكشك الصعيدي. علشان كده فأنا حطيت الاحتمال ده. للأسف الفيلم التسجيلي بتاع ناشونال جيوغرافيك ده بعد ما أبو ظبي خدت الحقوق بتاعت ناشونال جيوغرافيك اختفى من على الانترنت، فياريت لو حد لقاه أو هو موجود عند حد يرفعه تاني على الانترنت علشان كلنا نستفيد منه ونشوف، يمكن نعرف نعيد قراية التاريخ تاني. في حاجة تانية مهمة كنت عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم، وهي فكرة إن إحنا لحد النهاردة برضو بنستخدم كلمة كشري في حاجات كتير، زي مثلا الشاي الكشري، أو لما بنعمل الحرجل وحلف البر ونحطهم على بعض ونصب عليهم المية السخنة فبيبقى كده كشري. وده ليه؟ لأن كلمة كشري اللي هي جاية من كلمة كوشير القديمة معناها مزج الأشياء مع بعض وهي في حالة لسه ما استوتش، أو وهي لسه مثلا حبوب أو جافة أو مكونات جافة. زي مثلا لما بنقول عايزين شاي كشري فاحنا هنا بنقصد ان الشاي يتحط جاف الاول في الكوبايه وبعدين نحط عليه السكر ونقلبه وبعدين نصب عليه الميه السخنه، هنا بقى شاي كشري. نفس الفكره مع المكونات التانية المختلطه مع بعض بنعملها زي الشاي الكشري اللي هو شرحناه من شويه. في حاجه تانية مهمه وهي بترجع لطفولتي ومراهقتي في الثمانينات والتسعينات، لما كان حد بيروح لصاحب محل بتاع فول وفلافل او فول وطعميه ويقول له عايز سندوتش كشري، هنا على طول الراجل بيبقى فاهم انه عايز سندوتش عباره عن فول عليها فلافل عليه بتنجان، ده الكشري. غير طبعا سندوتشات الكشري والمكرونة اللي احنا متعودين نعملها واللي ليها علاقة وثيقة جدا بثقافة الفقر، وده ممكن نبقى نتكلم عنه في حلقة لوحدها. لحد كده وخلص كلامي عن احتفالنا بالكشري وقد ايه هو حاجة لا زالت في وعينا وضميرنا الجمعي ليها أهمية وعظيمة. الكلام بصراحة عن الكشري مش هيخلص وممكن نتكلم عنه لوحده في حلقة تانية، وقد ايه بنعمل احتفالية ونجمع العيلة ان عندنا او احنا عاملين النهاردة كشري، تعالوا ناكل مع بعض. اشوفكم في حلقة تانية جديدة ورمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. كان معاكم داليا سعد الدين، مع السلامة.